انجازات يعني الديمقراطيه وتحدث في معظم برلمانات العالم، كل واحد كيفاش عطاها التاويل والتفسير. شوف انا بصفتي كنايب انت ما بنتش كثير يعني. انا ما بصفتي لا لا يعني. انا كنت فما موجود وما نكذبش عليك، انا كنت نسلك. واش تسلك؟ نشوف نواب يضربوا في بعضهم بعض، ما نخليش. احنا كنا نستناو النواب يقولوا لنا نخرجوا وزراء. كيف تخرجوا؟ نقاطعوا وزير ما يديرش الرد تاعو. هذا هو لانه نكونوا نحبوا. بصح باه نروح نضرب زميل تاعي او نضرب مقرره اللي كانت تتكلم في التدخل تاعها، هذا غير مقبول به. انا ما نكذبش عليك، انا رايي انا كون قالوا لي روح نصدموا على وزير ندخل على وزير، ما نكذبش عليك. قالوا لي قال لي احد النواب زملائك انك اقترحت تهزوا الوزاره وتخرجوهم. اي انا واحد من الناس. صحيح انا واحد من الناس كنت نخرج، لانه راهو تحت كيف تخرج وزير يرحم والديك؟ نخرجوا لانه هو ضيف عندي، هو جاي يقدمني في المشروع. يعني معود تهز وزير وحده حبيتوا يعني تروحوا انتم النواب تهزوا الوزير كي تهزوا الوزير وتخرجوه؟ لا نخرجوهم بالتي احسن يخرجوا. قال ما نقبلوش كاع يخرجوا، سمحونا. انت واحد يجيك لدارك تقول له خويا ما نستقبلكش، خويا ماذا بك خرج. اغلبيه عندها الحزب تاعها. من حقك هكذا. الوزير انت شفت الوزراء كيف كانوا قاعدين والزملاء كانوا يضربوا، الوزير كان داير كيما هكذا ويستغل فينا، يشوف المهزله هذه. احنا ما نكونوش ايجابيين دوك انت يا هل ترى هذه النتيجه جابت نتيجه؟ وقفوا للقانون الماليه، اسكو نفعوا بها الشعب الجزائري؟ كانت سلبي، لانه الرد الشارع تاع برا كان الناس معظمهم رافضين هذه المهزله هذه. شفت مهزله؟ أنا بالنسبة لي شفت هكذا مهزلة. الإنسان اللي يضرب زميل تاعو لمدة تاع 4 سنوات ولا 3 سنوات ولا 5 سنوات وأنت معك، أنت وراه الإيجابيات كي تهين زميلك نايب أو زميلة، وراه اسكو حلينا مشكل؟ ما حلينا حتى مشكل. المشروع جاز وبالاغلبيه وراه راح للصينه، الصينه هذيك تشوف فيها الاغلبيه تاعهم عمرهم الصينه هذه رفضت مشروع. سنأتي ملف الصينة. ترددت لما شفت نواب حزب العمال هما اللي في الواجهة؟ ترددت؟ شوف انا قلت لك كل واحد كيفاش يصير عنده ترددت؟ انا اسمح لي، انا كنت واقف من هذه الامور. انا ما نكذبش عليك، انا كنت كونتر باه نكون ضد زميلي. كنت رافض يمنعوا رئيس البرلمان. انا ما نكذبش، انا كنت اتفقوا معنا على وزراء، انا من الناس من الاوائل. نروحوا للماده 66 اللي اثارت الكثير من الحبر السي طاهر، واخرها كان تصريح يعني الوزير الاول من سطيف قال بانه الماده 66 ما تعنيش سوناتراك وما تعنيش يعني المؤسسه الكبرى سوناتراك، لكن على النقيض من ذلك علي حداد رجل قال تعني سوناتراك، ومره تراجع قال ما تعنيش سوناتراك. لكن الاهم من ذلك سي طاهر هو انه الماده 66 لحد الساعه هي تعني سوناتراك وتعني سوناتراك. يعني لو تتكلم الماده تقول شوف أنا الماده 66 هي فتح راس المال للشركات او المؤسسات الكبرى. ما قالش باللي سونال غاز ولا سوناتراك ولا ما حدوش، قال الماده فتح راس المال للمؤسسات الكبرى. الوزير الاول نهار كي يتكلم مع في ولايه سطيف هم على بالهم باللي سوناتراك ما يدخلها لا الاجنبي ولا الجزائري، لانه هذا عملاق نايم وراه اللي عنده الاسهم باه يدخل سونال غاز ولا سوناتراك جزائري ولا امور، على بالهم باللي هذه ما تدخلش. هما يبداوها، نعطيك مثال من الشركه تاع اوني تاع سيدي بالعباس اللي تحرقت هذه وراحت على كل على رماد. الماده 66 راح تبدا من الاوني وتجي جايه، لانه راهم يخدموا اليوم بالعتاد القديم، لانه هذيك العدد التكنولوجيا هكذاك كل شيء تحرق. هذا الفتح الراس المال هذه داروها يخطوا فيها امون، هذه كما تقول انت يا حسي حداد، انا مسميه امون، لانهم كل واحد حب يدي يملا البوطون تاعهم. امون هادو كيفاش تحطم سيدنا يوسف عليه السلام حتى ربي جاب لهم 7 سنوات من كذا و7 سنوات من الجفاف. شوف ربي سبحانه وتعالى ما حبش يمطر علينا الامطار وزاد نقص لنا البترول، حبط لنا البترول. يسمى هذو علامات تاع الامور. هم قاعدين يقسموا في لي بار،
راك تشوف ديجا تحكوت انت يروح كيما صحتلوش ان بار من معاهم، راح جاب واش من الايران باه يجيب من الصنع تاع السيارات ويديرها في سطيف ولا مش عارف وين يديرها والامور، لانه كل واحد يقول لك انت جبت امور ثاني نروح نجيب لابار تاعي ونساهم من حقه واسي طار. انا اي واحد يقول لك انايا من حقه. خليني انا نتبنى الموقف الاخر تاع الجماعه هادو كما سميتهم انت، يقول لك هو رجل اعمال ومن حقه يديفوندي. يعني لما تشوف انت حداد بوضوح وبصراحه سي طار يقول لك انا مع فتح راس المال سوناتراك، وتسمع انت اليوم سعيده نغزه النايبه تاع الكونفدراليه ارباب العمل تقول لك الراجل عنده 30 مليار. هو كرجل اعمال من حقه، لكن هنا الدوله ما خليني نقول لك موقف الحكومه، لكن رجل ما يكونش على رجل اعمال. لا بصح ما يكونش على عاتق المواطن. دوك انتيا الدور تاعكم لا اسمح لي، انت الجروب تاعك انتيا راهم يخدموا كوستيم على حسب لاطاي تاعهم، مش على لاطاي تاع وزملائك في البرلمان يهزوا يديهم ما عندهمش مشكل. شوف هذا تسمح لي، احنا نحترموا الحزب الاغلبيه، نحبوا ولا نكرهوا. ما كانش ماده تقول لك باللي هذا غير لانه الاغلبيه، لانه المشاريع تاع الدوله راهم يجوزوا على حزب بالاغلبيه، وهذا هذا مادام هو صوت كل واحد يتحمل مسؤوليته. انا عندي انتقادات في هذا القانون الماليه في 2016، انا ما صوتش عليه لانه وش فاش انت وش المواد اللي اثارت حفيظتك في قانون الماليه 2016؟ شوف اولا احنا نتكلموا بصفه عامه، احنا من 62 نمشوا بالسوسيال. دوك الدوله تبين روحها اسكو رانا في السوسيال ولا في الراس المال. دوك جيسكا ماتنون ماش رانا عارفين الى يومنا هذا، ما راناش عارفين التسيير تاعنا واش من اتجاه رانا رايحين ليه. لكن راس المال هنا السوسيال راني نشوف فيه مو يتوقف، ولا رانا قاعدين في السوسيال الراس المال تاعو ما يكونش مطابق. دوك لا كان راس المال لانه الدستور يحمي كاع الشعب الجزائري 40 مليون كاع يحميها. دوك بصح على جبتني انت نعطيك مثال، انت الزياره تاع سي حداد كي راحوا الولايات المتحده رايحين يستثمروا ولا ما ندخلوش في الامور، واستقبلهم رئيس البلديه تاع دي تروا هذا، وهذه ولايه مفلسه نعرفوها كاع الشعب الجزائري ويعرفوها كاع العالم باللي هذه الامور. علاش واش راح هذا سي حداد عنده عتاد تاع شبه طبي لي سكانير كذا يجوزوا كاع، لانه هو ممثل الشركه هذه الموجوده في امريكا، هي اللي تجيب هذا العتاد الطبي، وهو اللي راه ريبريزونتون تاعو هنا في الجزائر. هو رجل اعمال معليش من حقه شبه طبي، وانت مثلا تربي الابقار وتبيع الحليب. انا نعطيك مثال، انا ندير تربيه الابقار. اسكو انت دوك نروحوا اسكو حنايا نطرح لك سؤال في الصناعه، اسكو نقدروا نخدموا كل شيء؟ انا نعطيك مثال، عندي تربيه الابقار حبيت نخدم الغبره تاع الحليب، اسكو يقدر يخلوني نخدم الغبره تاع الحليب؟ مش عارف انا السؤال مطروح ليك انت جاوبك. انت كصحفي انا كون نقدر نخدم الغبره يقتلوني غدوه. يا لطيف، كيفاش فاتت الماده هذه 66؟ الماده 66 ما فاتتش في لجنه الماليه ومن بعد فوتوها في المجلس؟ كيف؟ شوف اللجنه سيدت الموقف، المعارضه كانت رفضت لانه كانت تنحت وعاود رجعت، لانه دخلوا فيها اطراف. على بالك باللي اللجنه الماليه تسيرت من طرف وزير الصناعه. تتكلم على سي بوشوارب؟ سي بوشوارب واش ما فهمتش. هاني نقول لك التعليمات مشاو من اللجنه الماليه، وزير الصناعه هو اللي كان يسير في اللجنه، ما كانش يسيروا فيها اللجنه. رئيس عندها رئيس لجنه سي محجوب. أني نقول لك باللي وزير الصناعه هو اللي يسير فاش تقول لي الكلام هذاك؟ انا نتكلم بكل جاك هذا الكلام؟ انا عايش فيها لان راني في داري، وراني عايش برا ولا راني عايش في القبعات البرلمان. انا نقول لك باللي وزير الصناعه هو اللي عدل وغير وبدل. نتحمل مسؤوليتي لانه راني نايب وراني نتكلمك في هذا موجود في داري، راني في الدار تاع القبات البرلمان ولا راني نتكلم مع عفواي. طيب كيفاش تشوف المصادقه تاع النواب على هذه المواد؟ دوك اسمح لي دوك نكونوا صراحه، يعني لما انا والله خلينا نفتح قوس، لما جات هذه المواد للبرلمان يعني اقيمت الدنيا ولا مسقحت؟ شوف انت يا الشعب المواطن البسيط تاع برا عمره لا يتكلم على مجلس الشعبي الولائي،
على انه لابيوي. لانه المشاكل تاعو كاع مطروحه عند المجلس الشعبي الولاي. الزواوي ولا مساكن لانه ما يديوش 30 ولا نهار تكلموا ولا نهار تكلموا على سيناتور. انتم يتكلموا على لابي تاعكم الكثار. اسمح لي لابي تاعنا حنايا شوف حنا هذا التقشف حنا هذا التقشف الشعب زوالي ولا تاعكم مازال حنا هذا التقشف خاصة انه الكثير منهم ما عندهم اسمح لي ما كانش مستوى كبير ثقيل سياسي وكذا قال لي يستاهلوا. اسمح لي التقشف هذا نبداوه. خلينا من التقشف. كيفاش هذه المفارقه بين السينا وبين البرلمان؟ يعني انتم لما جاء عندكم انت كي تروح للمحكمه المحكمه الابتدائيه ودير الاستئناف يكون رد ايجابي ولا قادر يكون رد سلبي. لانه المجلس القضاء يشوف فيها من باب الواسع والمحكمه الابتدائيه تشوف فيها من باب الضيق. احنا كي نروحوا للسينا من المفروض يرفض الدعوه، حتى المحكمه ترفض الدعوه. هذا عمره لا يرفض الدعوه. معينين يعني كاين ثلث ما عندكش الحق معينه مع رئيس الجمهوريه ما يقدروش يرفضوا لا غالب عليهم. كما قال لي واحد قال لي ناس فيهم الناس وزراء يمثلوا سينا. قلت له الوزير هذا فاشل. فاشل في الوزاره تاعو راح كوم سيناتور. هذا كيفاه يكون سلبي في يكون ايجابي هذا. لا انت السيناتور اللي يشري هذا اللي يشري خلينا من السلطه الرئاسي. هذو السيناتور اللي راهم يروحوا للسينا يروحوا باموال طائله. انا لما نكون السيناتور في المصنع تاعي هذه ال 10 ملاير ولا 12 مليار نشري بها هذا البوست انا نولي سيناتور في المصنع تاعي. المقابل واش كي تشري هذه الاموال باغزم واحد عنده مكتب التوثيق يسكر غدوه المكتب تاعو ويدخل كوم سيناتور. هذا شحال يدخل؟ عنده مداخل كبيره. كيف نخلي 400 مليون ندخلها في الشهر ونروح نتبع 28 مليون؟ هنا واش عنده يروح كوم سيناتور؟ واش الهدف تاعو؟ انت واش رايك؟ واش السؤال راه مطروح ليك. انا على بالي انا صحفي انت اللي نايب. انا اسمح لي تحوس على واش انت اللي تعرف. لا الانسان انني نايب ما شفت فيها والو. واش ما شفت والو؟ انت كل شهر يدخل لك 33 مليون مانيش عارف واش. انا وانت اللي تعرف. انا 28 مليون هذه عمري لا دخلت لي في جيبي. انا نزيد عليه هذه 28 مليون وانا نقول لك باللي من اليوم نسمح في الشهريه تاعي هذه ونمدها صدير نبداوها من التقشف من المجلس الشعبي الوطني ونجي نهضر على نفسي. كيف يعني انت دير دعوه النواب ولكن النواب اسمح لي هما نطرحوا سؤال قال لك باللي الشعب الجزائري لا تاكس هذه داروها على عاتق المواطن. هلا خلينا نجي للتقشف. لا تاكس هذو داروها باغزم كيما الكهرباء داروا ان تاكس موش زادوا للسونال غاز باش يروح على عاتق للضرائب هذو تدخل على عاتق وزاره الماليه موش على عاتق سونال غاز. انت هذو لا تاكس هذو هما على ما يزيدوش في السعر تاعهم باسكو هما يربحوا فينا احنا العيب. السعر على عاتق الدوله قادرين يزيدوا بلا ما يروحوا للمجلس. بصح لا تاكس لازم يجوزوا عن طريق المجلس باسكو سي سون دي تاكس اللي يجوزوا هما على ما يربحوش العيب مع الشعب وحنا يربحونا على العيب. المفروض هما قادرين يزيدوا السعر وخلاص. علاش يجوا للمجلس ما يجوش كاع عندنا؟ على بالهم بكم يعرفوا بلي ما عندكمش